عليكم، مرحبا بكم في شيوات مريم. اليوم نوجد معكم الفطار ديال التفاح. نحتاجو نص كاس ديال سنيده، 4 المعالق ديال الزيت، بيضه وجوج فانيات، وربع ديال الدقيق، و125 غرام ديال الزبده دايبه، نص لتر ديال الحليب. هاد الخماره وداكشي نحتاجهم في لاكريم، 2 معالق ديال لاكريم باتيسير. ونبداو دابا في العجين ديال الطارت. غنديرو ديك 125 غرام ديال الزبده، تندوبوها، كنديرو عليها 4 المعالق ديال الزيت، كنخلطوهم مع بعضياتهم، كنديرو عليهم البيضه، كنديرو خماره بيضه فانيا، كنديرو سنيده وتنخلطوهم مع بعضياتهم، نخلطوهم مزيان باش يولي لنا عجين مرمل بحال العجين ديال الصابلي. كنديرو الدقيق حتى تتجمع لينا العجين، كنديروها في الثلاجه وتندوزو لاكريم. عندنا 2 معالق ديال كريم باتيسير، كنديرو عليها نص لتر الحليب، كنديرو عليها 3 المعالق ديال سنيده، بيضه، فانيا اولا قشور الحامض اللي متوفر عندكم نتوما على حساب كل وذوقو. نبقاو كنحركو في لاكريم مزيان، ما كنسكوش من التحرك باش ما تحرقش لينا. من بعد كندوزو العجين كنسرحوه رقيق، كنديروا العجين بين 2 ميكات وكنسرحوه رقيق، كنسرحوه مزيان، ما تنخليوش العجينه غليظه. كنلبسوها مول دائري، وهاد العجينه كتبقى لينا ما كنرميوهاش، كنديروها في الفريكو وقت ما بغيناها تنعاودو نجبدوها. هنايا عندي 3 تفاحات قشرتهم، عصرت عليهم شويه الليمون، انا الليمون ولا الحامض اللي عندكم نتوما باش ما يكحالوش. خويت هنايا لاكريم وسط فوق من العجين، وكنستفوا عليهم التفاح على شكل ورده. ومن بعد كندردرو عليهم معلقه ديال سنيده وكنخشوه في الفران مده 25 دقيقه وتنخرجوها حتى تيتحمروا لينا الجناب مزيان وتنخرجوها. كندهنوها بالكونفيتور تاع المشماش اولا بالناباج. الطرد ديالي من بعد ما بردات، نتمنى تعجبكم، الا عجباتو يدير ليا جيم.